بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أهلا بكم سنة تالتة إعدادي ومع الحلقة التانية من الدرس الأول في التاريخ، وعنوانه ثورة 23 يوليو. لو نفتكر في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ثورة يوليو، ووضحنا أهمية قيام ثورة يوليو، واتكلمنا عن عوامل قيامها، واتكلمنا برضو عن أحداث الثورة. قلنا عوامل قيام الثورة، وأول عامل فيها استمرار الاحتلال البريطاني لمصر، والعامل التاني حرب فلسطين أو هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين، والعامل الثالث الفساد الملكي، والعامل الرابع عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة، والخامس تدهور الاقتصاد المصري، والسادس والأخير تدهور أحوال المجتمع المصري. ولما اتكلمنا عن أحداث الثورة اتكلمنا عن إعلانها، واتكلمنا عن تنظيم الضباط الأحرار، واتكلمنا عن البيان، وقلنا مين ألقاه وألقاه باسم مين، ونتائج إلقاء هذا البيان. واتكلمنا عن مطالب الثورة، وقلنا ان مجلس قيادة الثورة طلب من الملك فاروق التنازل عن العرش لابنه احمد فؤاد الثاني، ويغادر البلاد هو واسرته مساء يوم 26 يوليو. وشفنا اهداف الثورة، كان فيه 6 اهداف، 3 بتبدأ بكلمة اقامة، و3 بتبدأ بكلمة القضاء. قلنا اقامة جيش وطني قوي، واقامة عدالة اجتماعية، واقامة حياة ديمقراطية سليمة. والتلاتة التانيين قلنا القضاء على الاستعمار وأعوانه، والقضاء على الإقطاع، وكمان القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال. يلا يا شباب بقى نشوف أول حاجة معانا النهاردة، وهي إنجازات الثورة. تعدلت طبعا إنجازات الثورة اللي هي نتائج الثورة. أول حاجة في المجال السياسي، وبعدين الاقتصادي، وبعدين الاجتماعي، ثم العربي، ثم الدولي. يلا نبدأ بقى. إنجازات المجال السياسي على سبيل المثال إلغاء دستور 23 وحل الأحزاب السياسية، والغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وتوقيع اتفاقية الجلاء، وجلاء الإنجليز عن مصر، وتأميم شركة قناة السويس. يلا نشوف. أولا المجال السياسي. السؤال بيقول لي دلل تعديلات إنجازات الثورة السياسية، أو بصيغة تانية اذكر نتائج الثورة من الناحية السياسية، أو بصيغة تالتة بما تفسر الإنجازات السياسية لثورة يوليو غيرت شكل الدولة. تعال نشوف. أول حاجة، في ديسمبر 52 تم إلغاء دستور 23. والحاجة التانية، في يناير 53 تم حل الأحزاب السياسية. وإيه كمان، في يونيو 53 تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وتعيين اللواء محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربية. هنكمل مع بعض الإنجازات السياسية ونشوف. في أكتوبر 54 تم توقيع اتفاقية الجلاء، عملها جمال عبد الناصر مع بريطانيا، وتقرر فيها جلاء الإنجليز عن مصر خلال 20 شهر من توقيع الاتفاقية. نتج عن ذلك إيه؟ النتيجة أو الإنجاز السياسي رقم 5 ورقم 6، اللي هو في يونيو 56 تم جلاء الإنجليز عن مصر في 18 يونيو، فأصبح عيدا للجلاء. رقم 6، في يوليو 56 تأميم شركة قناة السويس، فنتج عن ذلك أصبحت شركة مصرية بإدارة مصرية. والتأميم يا شباب معناه إن أنا بحول ملكية الشيء من ملكية خاصة إلى ملكية عامة. أما بالنسبة للمجال الاقتصادي، يبقى أنا كده هتكلم على الأنشطة الاقتصادية المهمة في البلد. عندنا تجارة وصناعة وزراعة. تعال نتكلم عن كل نشاط من دول. يلا نبدأ. يلا نبدأ. اولا الزراعة. السؤال بيقول لي اولت ثورة يوليو الزراعة اهتماما كبيرا. ايه دليلك على الحكاية ديت؟ او بصيغة تانية، نتج عن اهتمام ثورة يوليو بالزراعة. تعال نشوف. يلا. اول حاجة استصلاح الاراضي الصحراوية عشان يزود الارض الزراعية، شيء جميل خالص. انشاء السد العالي وتم انجازه عام 1971. بصوا يا شباب، السد العالي ده اضخم مشروع هندسي تم انشاؤه في القرن العشرين، اللي هو القرن الماضي. وطبعا احنا عارفين ان القرن العشرين بيبدأ سنة 1901 وينتهي سنة 2000. السد العالي بدأ العمل فيه سنة 1960،
وانتهى العمل فيه سنة 1970، وافتتح رسميا للعمل سنة 1971. طب أهمية السد العالي ايه؟ طبعا هيحمي مصر من أخطار الفيضان والجفاف، وهيخزن لنا المية ونولد منه كهرباء. استثني الثورة 5 فدادين 5 فدادين. استثني الثورة 5 فدادين 5 فدادين. والله نيالي في أرض يا عين، والله نيالي في أرض يا عين. استثني الثورة 5 فدادين 5 فدادين. 5 فدادين. استثني الثورة 5 فدادين 5 فدادين. 5 فدادين. والله نيالي في أرض يا عين، والله نيالي في أرض يا عين. أنا أرضي الغالية بقت ملكي، بقى خيرها ليا ولولادي. هنكمل كلامنا عن انجازات ثورة يوليو في المجال الاقتصادي، وهنشوف دلوقتي الصناعة. دلل اتجهت ثورة يوليو الى رفع شأن الصناعة، او بصيغة تانية نتج عن اهتمام ثورة يوليو بالصناعة. يلا نشوف. انشاء مصانع جديدة زي مصانع الحديد والصلب اللي عملوها في مدينة حلوان، وكمان مصانع الأسمدة اللي اتعملت في مدينة أسوان. في كمان طبعا يلا نشوف. الاهتمام بالتعليم الصناعي ومراكز التدريب المهني، وايه كمان البحث عن البترول وانشاء معامل لتكرير البترول. اما بالنسبة بقى لنشاط التجارة، تعال نشوف الاسئلة بتاعته. دلل انتعشت التجارة بنوعيها بعد ثورة يوليو. كمان بصيغة تانية السؤال نتج عن اهتمام ثورة يوليو بالتجارة. يلا نشوف. رقم 1 فتح اسواق جديدة في الخارج. الجملة دي معناها ان الدولة المصرية عملت اتفاقيات تجارية واقتصادية مع دول أخرى في الخارج عشان تنشط التجارة الخارجية وتعمل على تحسين الاقتصاد المصري. عملت ايه كمان؟ عملت على تمصير البنوك وشركات التأمين وشركات الاستيراد والتصدير. بصوا يا شباب، كل البنوك باستثناء بنك مصر اللي تم تأسيسه عام 1920، وكل شركات التأمين وشركات الاستيراد والتصدير كلها كانت ملك الأجانب. طبعا ثورة يوليو عملت على تمصير هذه البنوك وشركات التأمين وشركات الاستيراد والتصدير، فحولت ملكيتها من ملكية أجانب إلى ملكية مصريين. أما بالنسبة للمجال الاجتماعي، ده اتحقق على حاجتين: القضاء على الإقطاع وإقامة عدالة اجتماعية. يلا نشوف. القضاء على الإقطاع وده اتحقق من خلال حاجة مهمة جدا. تعال نشوف هي ايه. إصدار قانون الإصلاح الزراعي الأول سبتمبر 52، وده حدد الملكية الزراعية ب200 فدان، ووزع الأراضي اللي أخدها اللي فوق ال200 فدان على الفلاحين المعدمين. الجملة دي معناها إيه؟ معناها إن أي حد عنده أرض زراعية أكتر من 200 فدان، الثورة أخدت منه الزيادة عن ال200 وسابت له 200. طب اللي هي الأرض اللي هي أخدتها عملت بها إيه؟ وزعتها على الفلاحين المعدمين. بمعنى من 3 فدادين ل5 فدادين. الأسرة اللي عددها بسيط تاخد 3 فدادين، والأسرة اللي عددها كبير تاخد 5 فدادين. طيب وزعت وخلصت كل حاجة، بس فاضل لسه فلاحين ما أخدوش حاجة، فراحت معدلة القانون وحددت الملكية الزراعية ب100 فدان. راحت واخدة 100 وسايبة للإقطاعي 100، ووزعت برضو على الفلاحين المعدمين وما كفتش. راحت معدلة القانون للمرة الثالثة وحددت الملكية الزراعية فيه ب50 فدان، أخدت منه 50 وسابت له 50. نتج إيه عن ذلك؟ مما زاد من تملك الفلاحين للأراضي الزراعية. إقامة عدالة اجتماعية، ودي اتحققت من خلال عدة حاجات. رقم 1 مجانية التعليم بجميع مراحله الجامعي وقبل الجامعي. لو نفتكر في الترم الأول لما شفنا الاحتلال البريطاني جعل التعليم بمصروفات مرتفعة، فأصبح التعليم محصور على فئة أو مقتصر على فئة قليلة من المجتمع المصري. لكن بعد الثورة تم منح كل أفراد الشعب المصري مجانية التعليم بجميع المراحل سواء الجامعي أو قبل الجامعي. تمام كده؟ تعال نشوف الإنجاز التاني.
وتحديد ساعات العمل وإشراك العمال بمجالس إدارة الشركات وتحديد لهم نسبة من الأرباح. قبل ثورة يوليو كان عدد ساعات العمل داخل القطاع العام والخاص غير محدد، والقطاع الخاص بالذات يعني، بمعنى ممكن العامل يشتغل أكتر من 10 ساعات على حسب رغبة صاحب العمل. لكن ثورة يوليو حددت ساعات العمل وخلتها 8 ساعات فقط لا غير. الجزئية التانية اللي هي اشراك العمال بمجالس إدارة الشركات وتحديد نسبة لهم من الأرباح، الموضوع ده بقى ايه واخد وقت شوية. يعني بيقول مثلا على سبيل المثال كل شركة أو مصنع له مجلس إدارة، تمام. مجلس الإدارة ده بيكون منتخب. بس على سبيل المثال في مصانع الغزل والنسيج أو شركات الغزل والنسيج، الثورة جعلت مجالس إدارة هذه الشركات بيتم انتخابهم من العمال داخل المصانع. تمام كده معايا؟ هنلاقي النهاردة أعضاء المجالس دي منتخبون من العاملين، وفي نهاية الموسم بيتم حساب صافي الأرباح وبتحدد لهم نسبة يحصلوا عليها بالإضافة للرواتب الأساسية بتاعتهم. تمام كده يا شباب؟ تعال نشوف بقى الإنجاز الثالث، وهو إصدار قوانين التأمينات والمعاشات الاجتماعية. قبل ثورة يوليو ما كانش موجود أي حاجة عن التأمينات أو المعاشات بالنسبة لفئة كبار السن. الثورة بقى ادت للفئة ديت اللي هي فئة كبار السن الحق في الحصول على تأمينات ومعاشات عشان تأمن حياتهم ومعاشهم فيما بعد عمر 60 سنة. تمام كده؟ تمام. تعال نشوف بقى اللي بعد كده، إقامة الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية. الثورة بالفعل نجحت بقدر المستطاع في توفير وحدات صحية في الريف المصري وإنشاء جمعيات زراعية عشان الفلاح يستفيد منها بقدر المستطاع. تعال نشوف بقى الإنجاز الخامس. مجلس قيادة الثورة منح المرأة حق الانتخاب والترشح لمجلس الأمة اللي هو النهاردة مجلس النواب. الكلام ده سنة 56. فاكرين في ثورة 19 لما اتكلمنا عنها في الترم الأول، المرأة المصرية خرجت لأول مرة في تاريخ مصر الحديث وكانت بتنادي بالاستقلال. كده دي كانت أول مرة إن المرأة تخرج إلى الحياة السياسية. ثورة يوليو أفسحت المجال أمام المرأة، بمعنى أن أصبح لها حق الانتخاب بالبلدي، بقى لها صوت انتخابي ومن حقها تدخل اللجنة وتحط صوتها للمرشح اللي هي هتنتخبه. طب حقها في الترشح، أصبح من حقها أن تكون عضوة في البرلمان. واضحة كده؟ بتهيالي كده واضحة. هنكمل كلامنا على إنجازات ثورة يوليو. هنشوف في المجال العربي تم توحيد الجهود العربية، يعني مصر مع الدول الأخرى كعرب في لصالح حركات التحرر من الاستعمار. هنلاقي ان ثورة يوليو ساندت السودان والجزائر وتونس والمغرب، وكمان ساهمت بشكل كبير في استقلال الكويت والعراق واليمن. تعال بقى نشوف حاجة مهمة جدا، وهي إقامة أول وحدة عربية ما بين مصر وسوريا في شهر فبراير سنة 1958. يعني أصبحت مصر وسوريا دولة واحدة. اسمها إيه؟ اسمها الجمهورية العربية المتحدة. وتم اختيار عبد الناصر رئيسا لهذه الوحدة، وتم اختيار مدينة القاهرة عاصمة للجمهورية الجديدة. ولكن سرعان ما تفككت هذه الوحدة سنة 61، وكان السبب في هذا التفكك هم أعداء الوحدة. وسوريا أعلنت قيام الجمهورية العربية السورية، بينما مصر ظلت تحمل اسم الجمهورية العربية المتحدة حتى عام 1971. تعال نشوف الإنجاز اللي بعد كده. الإنجاز ده بقى متواصل يا شباب، مش ممكن مصر هتغفل عنه أبدا. مصر لا تزال تؤيد حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وطني حبيبي الوطن الأكبر، يوم ورا يوم أمجاده تكتر، والانتصارات ماشية حياته، وطني بيكبر ويتحرك. وطني 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 حبيبي الوطن الأكبر، يوم ورا يوم أمجاده تكتر، والانتصارات ماشية
نشوف بقى المجال الدولي. انجازات ثورة يوليو دوليا. المساهمة في تشكيل حركة عدم الانحياز اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الدرس، وظهور دور مصر الرائد مع دولة الهند ودولة يوغوسلافيا سابقا في مؤتمر باندونج باندونيسيا سنة 55. تاني حاجة مساندة الدول الافريقية لنيل استقلالها، على سبيل المثال مثلا دولة كينيا. تلاتة كسر احتكار السلاح العالمي بعقد صفقة الأسلحة الشرقية سنة 55. بصوا يا شباب، مصر مثلها مثل أي دولة من الدول التي حصلت على استقلالها، سواء دول إفريقية أو من أمريكا الجنوبية أو من شرق أوروبا أو من آسيا، نفسها تحدث وتطور جيشها وتزوده بأسلحة حديثة. فمصر طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية إن هي تعمل صفقة أسلحة معاها عشان تطور جيشها، لكن الولايات المتحدة رفضت وقالت لا، انا ما بديش لدول العالم الثالث سلاح، انا عاوزاهم يستنوا زي ما هم كده عالم نامي. فبالتالي الدولة المصرية غيرت وجهتها واتجهت نحو الاتحاد السوفيتي وطلبت منه صفقة سلاح عشان تطور بيها الجيش بتاعها، وبالفعل استجاب الاتحاد السوفيتي وعمل صفقة أسلحة مع مصر، أطلق عليها صفقة الأسلحة الشرقية، ونتج عن هذه الصفقة كسر احتكار السلاح العالمي اللي كانت أمريكا عاوزة تنفذه. حركة عدم الانحياز معناها عدم الانضمام للكتلة الشرقية اللي هي كانت الاتحاد السوفيتي سابقا، أو الكتلة الغربية متمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية. لو بصينا على الصورة دي هنلاقيها من داخل مؤتمر باندونج، والصورة دي بتوضح الزعيم جمال عبد الناصر ومعاه بعض الزعماء الآخرين اللي كانوا في مؤتمر باندونج. والصورة دي من داخل المؤتمر، واسم المؤتمر قدامنا اهوت في الصورة، في 18 ابريل سنة 1955. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة ونهاية الدرس، ونتقابل على خير ان شاء الله في حلقة جديدة ومع درس جديد. ما تنسوش الاشتراك في القناة. كان معكم مستر سيد ابو شعيشة.